وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. صححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ياسر العديرقاوي منكر السنة والمتخصص في محاربة الإسلام ومحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة الصلاة. يعني يقول إن أنت لست بحاجة إلى الصلاة ما دمت دائم الصلة بالله وكذا. هذا المدعو ياسر العديرقاوي هذا يبدو أنه لا يجد له عملا الآن، يجد نفسه عاطلا عن العمل، ويجد أنه قد أفلس فيما يريد أن يقوله ولا يجد شيئا يقوله، كل كلام مكروه في إنكار السنة. فقال لك طيب حاجة حلوة أوي، أجيب كلام الناس الذين يتحدثون عن السنة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. وللأسف يعني الشيء العجيب هو لا يسخر من أي حديث ضعيف، يعني لا يأتي بالأحاديث الضعيفة، متخصص في أنه يأتي بشيخ يذكر حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه. طيب لو أنك ذكرت رجلا يذكر حديثا ضعيفا وسخرت منه أنا معك، ونحن ننتقد كل من يذكر حديثا ضعيفا أو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتحرى فيما نأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دين. أما أن تنتقد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة المرأة لزوجها وأن تؤدي حق زوجها، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تذوق حلاوة الإيمان حتى تؤدي. كل هذه أحاديث واردة، يعني إذا لم تكن في غاية الصحة فهي يقوي بعضها بعضا وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غضاضة في معناها. ما الذي يضحكك هكذا وتفتح فاك تفغره هكذا إلى ما الذي يضحكك فيها؟ يعني يضحكك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق دخول المرأة الجنة على أن تؤدي حق زوجها، يعلق أن تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي الواجب الذي عليها نحو زوجها. ما الذي يضحكك ويعجبك منها؟ وبالمثل أنا أقول لك: أرأيت لو ظلمت أنت زوجتك هل تجد حلاوة الإيمان؟ لو لم تعطيها حقها في المال، في المتعة، في النفقة، في الرعاية، في أي شيء مما أمرك الله عز وجل به، ظلمتها حقها، هل تهنأ بذلك؟ هل يبارك الله لك؟ هل تجد بذلك حلاوة الإيمان؟ كذلك هي إذا امتنعت عن أن تؤدي حق زوجها أي حق من الحقوق التي أوجبها الله عليها، فهي كذلك لا تجد حلاوة الإيمان لأنها امتنعت عن أداء أمر من الأوامر التي أمرها الله تعالى بها. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.